افتقدت الملاعب المصرية لاعب مهاري وعلى خلق اسمه أحمد رفعت، وهي إرادة الله والأعمار بيد الله، وتعددت الأسباب والموت واحد، ولكن أن يكون افتراء من الإنسان لأخيه الإنسان فهذا ما يحزننا والذي لا نرضاه، أو أن موقع المسؤول وجبروته يستخدمه لقهر وضغط نفسي على موهبة كروية أو في أي مجال. فهل هذا يجعلنا نحافظ على كوادر ترفع البلد كل في مجاله؟ نقطة من أول السطر. قصة مؤثرة تبين كم هي رخيصة حياة المواطن المصري الذي تلاعبت أطراف وللأسف تقع في موقع مسؤولية في مستقبله، بل أدى هذا التلاعب إلى وفاته، وليتصارع بعدها الجميع في التنصل من المسؤولية وليس إيمانا بحق المواطن في حياة كريمة بعيدة عن الضغوط النفسية، وأن ضغوط الحياة الصعبة وتكلفة المعيشة الباهظة كأنها ليست كافية. ننعي كلنا وبكل أسى هذا اللاعب ضحية المطامع المختلفة. يا جماعة هو كلامه واضح وكأن الله أحياه لنسمعه كلنا، وهو بيشاور على من تسبب في إيذائه. نسمع مع بعض حواره مع إبراهيم فايد. قاسية شوية عليك قبل المباراة دي، فاكرها؟ فاكرها طبعا. فاكرها طبعا. وصلوك لمرحلة ان انت تبقى مضغوط. وصلوه لمرحلة انه مضغوط، يعني كان في ضغط على اللاعب من قبل اشخاص، وهنعرف دلوقتي هيصرح هو هيقول ايه. لو انت حابب يعني. بص انا غبت عن الكورة فترة طويلة، وما كانش حد عارف انا بعمل ايه او فين. وانا حتى مش هقدر اقول لك انا كنت بعمل ايه او فين. الناس دي ناس مسؤولة في البلد، ناس مسؤولة في البلد، ودي حاجة يعني ما تطمنش، يعني ودي حاجة ما تطمنش. صح، دي حاجة ما تطمنش. انه شخص يبقى مسؤول في البلد وما يبقاش حريص على مصلحة البلد. مسؤول في الكورة، مسؤول في البلد، يعني ناس مسؤولة في البلد ليها المفروض ان ليها بوزيشن، يعني البوزيشن ده المفروض انك يا بتستغله لصالح البلد، صالح الناس وتساعد بيه الناس، لكن انك تأذي بيه بني ادم دي حاجة يعني كانت صعبة جدا، ونتيجتها حصلت فيا. وانا بقولها من هنا، لا لا لا، حياة الناس مش رخيصة. التلاعب في اكل عيشهم ووجودهم ووجود اولادهم مش حاجة سهلة. مش سيادتك علشان راجل اعمال او ليك سلطة او مصلحة تساعد على هدم كيان اسرة او تحطيم مورد رزق ليهم. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان للأسف حصل معايا أنا شخصيا موقف زي ده. بتخرج قرارات عكس القانون ويمكن على خلاف الدستور، والمطلوب من الكل وضع لها المظلة الشرعية والحفاظ على مكتسبات تلك القرارات. وتصب في مصلحة مين؟ تصب في مصلحة مين اللي ليه مصلحة في هذا؟ لابد من وجود ضحايا كمان عند الاعتراض او كبش فدا، لكن وفاتك يا احمد يا رفعت هتكون القشة التي قسمت ظهر البعير، ولن نصمت حتى يرجع حق احمد رفعت. نشوف مع بعض قرار وزارة الشباب والرياضة
وده علشان بقول انا ان في بتصدر قرارات، وبعد كده المطلوب حماية هذه القرارات. قرار وزير الشباب والرياضة رقم مد مدة سفر اللاعب أحمد السيد رفعت أحمد لاعب الفريق الأول بنادي فيوتشر اف سي من دولة ليبيريا إلى دولة الإمارات لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 10/10/22. اسمع يا نادر، انا سامع. حتى 10/1/23. ايه بقى؟ وذلك لقضاء فترة معايشة مع نادي الوحدة الإماراتي. هو كان خارج يقضي. انت عارف المشكله ايه؟ ان انا مش عارف اخد راحتي في الكلام. ليه؟ مش عارف، عشان حاسس ان ده يعني هو راح فين؟ كان رفعت هنا دلوقتي. هو في واحد عنده 29 سنه يطلع معايشه؟ طب يا عم خدها عندي عقلي، هيطلع 3 اشهر معايشه؟ السؤال هنا زي ما قال نادر شوقي، هو في واحد سنه 31 سنة يطلع فترة معايشة ومدة 3 أشهر؟ طب وعقده كام؟ تعالوا نشوف صورة التعاقد مع نادي الوحدة الإماراتي. ادي التعاقد مع نادي الوحدة الإماراتي، يعني الراجل طالع تعاقد، يعني المفروض مش معايشة، وكمان ورقه سليم زي ما بيقول البند رقم 4 في التعاقد. ولا ايه يا سيد أحمد دياب؟ سيادتك اتعاقدت وفي فلوس دخلت النادي وفلوس قبضها اللاعب، والتعاقد المفروض علشان يتم لازم ورق اللاعب يكون سليم وما فيش اي مشاكل قانونية زي ما العقد بيقول، ولا اللاعب يكون تحت المطالبة القانونية من اي جهة، ولا هي قيمة التعاقد اتقبضت واللاعب يروح يصرف اموره سمك لبن تمر هندي زي ما هنسمع دلوقتي من مسؤول نادي الوحدة الاماراتي بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام. تعازينا القلبية إلى الشارع الرياضي المصري في وفاة اللاعب الخلوق المحترم أحمد رفعت. أنا عندي بعض المعلومات المهمة وتأكدت منها. سبحان الله، ممكن عبد الله الكعبي ما استوعب بعض النقاط أو المعلومات وأنا أتأكد منها من أكثر من شخص. عموما أحمد رفعت عقد مع فريق الوحدة الإماراتي 6 شهور. نادي الأصلي في مصر خذ تقريبا 500,000. اجتاز الفحص الطبي بنجاح في دولة الإمارات، والكل يعلم طبعا صعوبة الفحوصات الطبية في الدوري الإماراتي. دولة الإمارات اجتاز الفحص بنجاح. لعب مع فريق الوحدة 3 شهور. أثناء الانتقالات الشتوية طالب المدرب بتغييره مع أكثر من لاعب. تغير أحمد رفعت، خذ عقده كامل مكمل لمدة 6 شهور. طبعا عقده يلعب 3 شهور قلنا. نادي الأصل خذ 500,000. اجتاز الفحص الطبي بنجاح. محبوب عند جميع اللاعبين والجمهور الوحداوي. سبحان الله، اللاعب المرحوم أحمد رفعت يدخل القلب من أوسع أبوابه. الله يرحمه. غريبة دي شوية، يعني يكون رأي الناس اللي بره في لاعب مصري بالشكل ده، واحنا هنا علشان نتهرب من المسؤولية نطلع نجرح فيه زي ما هنسمع حاجة بسيطة من اللي رصدناها من كلام لا يصح أن يقال في يوم من الأيام لنادي فيوتشر ولا ليه علاقة بالمسألة، من السيد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، ومن اللي تولى قيادة النادي من بعد أحمد دياب، واللي بدوره أقصد هنا دعبس. هي كلها دال دال من دياب لدعبس، يا قلبي لا تحزن. وده برضو قبل ما يقدم استقالته النهارده من رئاسة النادي. يا ناس حرام عليكم اللي بيتعامل في الشعب الطيب ده، يا ريت ولو لمرة نطلع نعترف بخطأنا بدل ما بنضيع كوادر مننا. ودم الراجل ده وذنب اللي حصل له في رقبة مين؟ مش هقول زي ابراهيم فايق انتوا دلوقتي بتعملوا ايه بص العصفورة، لا انا هقول بدل كده حاوريني يا كيكة. وده النظام اللي احنا شايفينه كل شوية، حاوريني يا كيكة، ونطلع ندور ونلف حوالين الموضوع الاصلي. لكن ده في الاول وفي الاخر مواطن مصري لازم يشعر بكرامته وحقه في الحياة. الحياة مش مقتصرة على الدلدال.
ونادي فيوتشر نفسه، يعني نادي فيوتشر نفسه لم يخطئ ولم يرتكب اي شيء. يعني لماذا؟ معايا الاستاذ وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر. اهلا وسهلا يا فندم. نادي مدن، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الحكايه يا فندم؟ الاول طبعا يعني اسمح لي اعزي اسره احمد رفعت، واكد ان احمد رفعت كان انسان محترم جدا وكان على خلق يا استاذ سيد. تمام. انما بقى انا عايز اتكلم على احنا النهارده الحلقه اللي احنا شفناها امبارح دي. يعني انا شفت تمثيليه سخيفه الحقيقه. ما تليقش بالمذيع اللي مقدم هذه الحلقه، نظرا لان انا دايما كنت بقول عليه ان هو مذيع عنده مصداقيه كامله. حتى ايفن لما احنا بنجيب الاطراف اللي مسؤوله في الموضوع، يعني انا مش قادر افهم. النهارده انا جايب وكيله، ولما اجيب رئيس نادي اجيب رئيس نادي انبي. ما الناس رئيس نادي انبي مع كل الاحترام طبعا ليه، ومال الموضوع؟ ومش هجيب رئيس النادي اللي كان موجود في هذا الموجود دلوقتي واللي كان موجود في الموضوع ده هو اللي يديني التفسير المظبوط للموضوع؟ ولا ايه راي حضرتك؟ هي بقى حضرتك كان الموضوع يعني مبالغ فيه وما تقالش الحقائق كلها، لان الحقائق حضرتك موجوده عندنا بالكامل. حضرتك انت سمعت اللي انا قلته يا فندم؟ انا باكد على كلام حضرتك ان لو حضرتك عايز تعرف الموضوع بالكامل انا ممكن اشرحه لحضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. هو احنا بنتكلم هي. اتفضل يا فندم. تمام. بص يا فندم، الموضوع ده حضرتك ابتدى بكلام غلط من وكيل اللاعب. ازاي؟ اللاعب ده حضرتك جاله هذا العرض من نادي الوحدة من وكيله. يعني اللي جاب العرض ده هو الاستاذ نادر شوقي، مش ان النادي جري عشان يجيب له عرض. لا، ده وكيله هو اللي جايب العرض، وهو اللي جه للنادي وطلب حضرتك ان هو احمد رفعت يطلع عشان يكون نفسه والكلام ده كله مقابل $1,000,000 ونص مليون للنادي. مظبوط يا فندم. وحصل هو على $1,000,000 اللي محدش جاب سيرتهم امبارح. وانا هكمل لحضرتك بالتفصيل. اتفضل يا فندم. هو الكلام كان على مين اللي جاب العقد، النادي ولا وكيل اللاعب؟ يا جماعه المهم في عقد جه واتقبل على، المهم ان في عقد جه واتقبل على بناء، المفروض بناء على ورق سليم. وكان حضرتك هذا الكلام بعد، يمكن لو حضرتك تتذكر الواقعة اللي تمت ما بين جنش وما بين احمد رفعت خارج مصر. تمام. تاني حاجة، ايه كمية التلميح دي في الكلام؟ مش سيادتك قلت انه لاعب محترم وخلوق؟ مواقف ايه اللي بينه وبين جنش؟ ما بلاش الكلام ده، احنا عندنا بنسميه كلام ولا بلاش؟ وكيله الاستاذ نادر شوقي هو اللي طلب ان هو احمد رفعت يطلع الى الامارات، وهو اللي جاب العرض. وده يعكس المنظر اللي كان معمول امبارح وهو بيقول باعوه، قصدي عروه ويعيط. الله، ده انت اللي جايبه يا استاذ. تمام. يبقى دي اول حته حضرتك. نيجي حضرتك للورقيات اللي حضرتك بتتكلم عليها. بعد ما جه العرض حضرتك اتعرض في مجلس فيوتشر وتم الموافقه ان احمد رفعت لا مانع ان هو يطلع، لان دي رغبه اللاعب كمان يا استاذ سيد. اتفضل يا فندم. ومش هقول لك انها رغبه اللاعب بس، ده هو كان ورا هذا الموضوع الله يرحمه، وكان يعني مصمم عليه. ليه؟ كان في الاخر مصلحه موجوده في الموضوع. انت فاهم قصدي ايه؟ وده من حقه. تمام. ثالث حاجة، اللاعب ليه مصلحة او ملهوش مصلحة، عاوز يرجع من نادي الوحدة على نادي معين في مصر، مش بتاعتك دي القصة هنا ورق سليم ولا لا. ما بلاش بقى ندخل في نواحي تانية، بلاش بص العصفورة. لو ورقه سليم بنصوص العقد، النادي الوحدة الإماراتي اختفى فين المدة اللي قال عليها؟ واللي أعرفه عن بلوغ اللاعب سن 30 سنة أو أي مواطن مصري بلوغ سنه 30 سنة ومطالب في التجديد لا يتم حبسه، بل تتم محاكمته ودفعه للغرامة ويحصل على إعفاء نهائي.
ولا الكلام معلهوش جمرك؟ وزي ما قلت سمك لبن تمر هندي. الله يرحمك يا احمد يا رفعت، ضحية التخبط اللي بنعيشه اليومين دول. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقنوات ميلا ثابت. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايكات دي بتساعدنا كتير. ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك سبسكرايب، لان القناة طبعا بدعمكم انتوا هي اللي هتكبر، وفضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش يشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.